بالأدوار وبالتفاصيل الكاملة عن 25. لا يكون هذا الشاهد سوى الأستاذ الروائي الكبير الأستاذ علاء الأسواني. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. أولا في 25 عايزك تقول كلمة لشباب 25، لأن أنا لا أستطيع أن أفيهم حقهم، بالعكس أنت كنت معهم ليل نهار، تجلس معهم، تأكل معهم، تشرب معهم، 18 يوم لم تغادرهم، بالعكس أنت خرجت بمجموعة كبيرة جدا من أصحاب خاصة 25. ممكن تقول لهم كلمة حقيقية في هذا اليوم؟ أقول لهم اللي هم قالوه. الحقيقة في عبارة أنا بتعجبني وبتأثر فيها جدا: الثورة مستمرة واليأس خيانة. اليأس من تحقيق أهداف الثورة هو خيانة للشهداء وخيانة لكل الدماء اللي أريقت من أجل الحرية في مصر. الثورة مستمرة، الثورة لسه في جولاتها الأولى، الثورة منتصرة بإذن الله، لأن كل الثورات في التاريخ كما تعلمنا من قراءة التاريخ الثورة لا تهزم أبدا. الثورة تتأخر، تتعثر، يتم التآمر عليها، ولكنها لا تهزم. وبالتالي ليه؟ لأنه الثورة تغير إنساني. الإنسان المصري الذي اشترك في الثورة المصرية لم يعد كما كان. مظبوط. وبالتالي اتكسر حاجز الخوف، وبالتالي أصبح مشاركا ومقررا وفاعلا لما يحدث مظبوط. في بلاده. أعتقد أن الجين السياسي المصري اتغير. طبعا. أو كان في حالة من الكمون وبعدين حصل له تنشيط. عايز أرجع معاك بقى، أنت قلت الثورة مستمرة واليأس خيانة. بالظبط. كلمة الثورة نفسها ما بقتش مقبولة. ربما انت شخصيا ربما يكون استقبال المشاهدين لك: يا عم ده راجل بتاع ثورة، ما كفاية بقى، زهقنا. ازاي وصلنا من ثورة في القلب وفي العقل وفي الوجدان وجوه العينين لهذا المستوى من الكراهيه لكلمه الثوره نفسها؟ لا، انا اولا اعتقد ان انا استقبال المشاهدين ليا ليس كما تقول. لا انا بقول الراجل بتاع ثوره. لا. لا طب قول. يعني انا مش متفق، او يعني كل المشاهدين لما بطلع في التلفزيون مع عمر ما حد قال لي زي ما انت قلت كده. خلاص انا قلت كده. رد عليا. دي نمره واحد. نمره اتنين، الثوره لم تحكم. لم تحكم. دي 3 سنين لم تحكم. كل من حكم في مصر قبل 30 يونيو هو ضد الثوره. كل من حكم في مصر قبل 30 يونيو. ليه قبل 30 يونيو؟ لأن ليس من الإنصاف إن أنا أقيم تجربة بعد 30 يونيو إلا لما نوصل لسلطة منتخبة. جميل. إنما كل اللي حكم في مصر بعد 30 يونيو هو ضد الثورة. هو ضد الثورة باعتبار المصالح. واخد بال حضرتك؟ الفكرة في الثورات إيه؟ إن الشخص اللي بينزل علشان يستشهد أو عشان يموت هو يعلم أنه يقدم دماءه لأجيال قادمة. جميل. اللي قاعد بقى في السلطة بيدافع عن مصالح بمليارات. يعني بمعنى انه اذا تخيلنا ان النظام مبارك هو حسني مبارك، ده من السذاجة بمكان كبير. نظام مبارك هو مجموعة مؤسسات ومجموعات مصالح. مجموعات المصالح دي مستعدية تقتل، ده في العالم كله، حتى لا يحدث تغيير يؤذي مصالحها. طبعا. يعني انا نفترض من غير ذكر اسامي، نفترض ان انا عندي خدت اراضي نتيجه القرب من جمال مبارك او علاء مبارك، او اتبرعت المدام سوزان كما بيحصل لمشروعاتها، فخدت اراضي بملاليم في الصحراء. امتياز. المفروض ان انا استصلحها. بدل ما استصلحها رحت باني عليها فيلل، كسبت 2 مليار. طبعا علشان الفيلل دي تمشي بدي فيلل هدايا لذوي الشأن يعني. تمام. ثوره ايه بقى اللي انا هدعمها دي؟ الثوره دي لو اكتمل التغيير هتحبس، واخد بالك؟ وبالتالي انا اعمل اي حاجه حتى يعود النظام القديم. لان انا يعني لو عندي 2 مليار ممكن اصرف مليار منهم عشان ما يحصلش المليار الاخر. طبعا. مظبوط. وبالتالي وطبعا ده مش قاصر على الثوره المصريه، ده في الثورات العالم كلها. وبالتالي الشعب المصري، ارجع لنقطتك بقى، الشعب المصري اتحط في برنامج مضاد للثوره. هذا البرنامج اتعمل في بلاد تانية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بتشتكي من حاجه فحطك في ظروف اسوأ من اللي انت كنت بتشتكي منه، فتترحم عليها وتكره اللي هو اللي عمل لك الهزه دي، ويبقى المر ولا مر منه. هو حضرتك مش في تذكر جريده الاهرام بعد الثوره على طول لما طلعت صفحه اولى، وانت راجل صحفي كبير، في عمرك شفت صفحه اولى النص الفوقاني واحد ودنه مقطوعه وقال لك ايه؟
انه السلفيين ينفذون الحد في واحد قبطي ويقطعوا ودنه، وبعدين دي في هنا. ايوه، وتبين بعد كده اولا ما النيابه ما اتحركتش وقعدوا قعده صلح، وبعدين طلع ان الراجل اصلا ودنه مقطوعه في خناقه، قصص زي كده. تمام. حرق كنائس مستمر، بتختفي اجهزه الامن خالص كتير. وبعدين بعد كده نجيب الشيخ محمد حسان هو اللي يحل المشكله. كل دي رسائل وبرامج اتعملت في رومانيا واتعملت في بلاد تانية، واخد بالك ليه؟ لان انا بعمل عمليه ترويع للذي لم يشارك للثوره. اللي نزل الثوره واتضرب رصاص عليه وشال شهداء ده ما يفرقش معاه، لانه ده شاف الموت بعينه. انما القطاع الاعرض في اي بلد ما اشتركش بنفسه في الثوره. فالنهارده لما اكون انا خايف بنتي تتخطف، بوليس ما فيش بوليس، عربيتي بتتسرق، فكلم ضابط البوليس يقول لي معلش اتفاهم معاهم، بعد كده اجي اقول لك ثوره، طبعا هتكرهني. يعني تم شحن المجتمع المحيط بالثوره طبعا في ماشي. اجراءات محدده. انا يعني شرفت بان انا اول واحد كنت اقول على النموذج الروماني ده. اللي عمل فينا الكلام ده بينقل من الكتاب الروماني بالنص لدرجه ان في، يعني عشان برضو المستمعين المتفرجين 1989 حصلت ثوره ضد تشاوشيسكو في رومانيا، انتهت في انهم اعدموا تشاوشيسكو ومراته، وبعدين ظهرت حاجه اسمها جبهه الانقاذ، طبعا غير جبهه الانقاذ بتاعتنا. جبهه الانقاذ دي مسكها واحد اسمه ايين ايسكو. ايين ايسكو ده علاقته بشاوشيسكو زي علاقه احمد شفيق بمبارك او علاقه عمر سليمان بمبارك او زكريا عزمي مبارك. تمام. مسك هذه وابتدى يمدح في الثوره ويهاجم شاوشيسكو في الاول. المواطن الروماني حصل له ايه؟ فجاه بقت الناس مش عارفه مين بيضرب في مين. يعني ناس بتيجي لابسه ملكي تضرب رصاص في الجامعه، فيجي الجيش يضربها فتتقتل ناس، وضرب رصاص في الشوارع مش عارفين مين مع مين. والتلفزيون بيطلع يقول اشاعات، طبعا كان مسيطر على الاعلام انه ما حدش يشرب ميه يوم السبت لان الميه هتبقى مسمومه وحاجات زي كده. فعملت ترويع رهيب جدا للناس، عملت انفلات امني. أيوة. خلاص. وبعدين ابتدى الاعلام بتاع ايسكو يبتدي يتهم زعماء الثوره اللي هي اطاحت شاوشيسكو بالعماله الامريكا، وابتدى يطلع برامج زي البرامج اللي احنا بنشوفها دلوقتي. وانا بقول لحضرتك اللي بينقل بالنص. بيطلع ناس يقولوا فلان الفلاني اللي انتوا بتحترموه ده بتحترموه ليه؟ اهو ادي الشيك اللي قبضه من، طبعا انت كمتفرج انت مالك بقى؟ طب الشيك غلط في شيك؟ يعني في شيك. انا لا شفت الشيك ده ولا قضيته. واحد محروم اصلا من 10 جنيه بالظبط، والشيكات بمليارات. انا شايف في الكاميرا ورقه مكتوب عليها، انت مش شايف شيك ولا اي حاجه. فحصل مع الانفلات الامني والترويع وفقر واللخبطه خالص، كل ده الهدف. تمام. عمليه تشويه رهيبه جدا للثوريين. وبعدين جه بقى دور المواطنين الشرفاء. ايوه. اللفظ ده استعمل لاول مره honorable citizens في القضاء على الثوره الرومانيه. واللي قاله ايسكو في بيان موجه لعمال المناجم اللي هم الاقل تعليما، قال له لان الناس بتوع الثوره زي عندنا هنا محمد محمود، الناس بتوع الثوره قالوا لا دي الثوره بتتسرق وانت بتشوهنا، احنا هنعمل مظاهره. خلاص. فراح رايح استدعى عمال المناجم، وكما ثبت بعد كده سلحهم. خلاص. وقال لهم رومانيا لن، يعني شوف العجب في نفس العبارات، قال لهم رومانيا لن تسقط ابدا، ولن تسقط لانه في مخطط تآمري ضد رومانيا، بس انتم ايها المواطنون الشرفاء ستدافعون عن رومانيا حتى لا تسقط. عملوا مذبحه، قتلوا بتوع الثوره، وبعد بقى الترويع ده قام ايسكو مرشح نفسه خد 85%. فالبرنامج ده، الفيلم ده انا شفته قبل كده كتير. الفيلم ده كنت شفته قبل كده كتير، لكن